الخلافات تنوجد في كل عمل، وخلافات في وجهات النظر. أنا أعتقد اللي فصل في صحة قرار الهيئة وقرار اللي اتخذ مجلس إدارة الهيئة هو الفتوى والتشريع، وبالتالي ما حد له يعني أي موقع ينتقد، لأن احنا اليوم نمشي ضمن منظومة في الدولة من خلال عملنا الإداري ومنظومة قانونية، وهناك في سلطة أعلى هي الهيئة الفتوى والتشريع اللي هي تحدد مسار القرارات الإدارية قانونيا، سواء كانت على صح أو على. وبالتالي ما يهمني أنا يعني أتراجع عن رأيي مع احترامي لكل شخص يعني أدلى في هذا الأمر. ما يهمني أنا طالما لم أتخذ القرار فردي، والقرار هذا أوكل لمجلس الإدارة، فأعتقد مجلس الإدارة يعني تقريبا 14 عضو ياخذون قرار بهذا الاتجاه. ما حد يقدر يقول والله فيصل خذ القرار، لأن أنا القانون حدد المسؤولية باتخاذ القرار في هذا الجانب هو مجلس إدارة الهيئة. لا 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 أبدا. أنا سبب يعني حالتي ليس موضوع اتحاد الكرة. أنا رجل أطبق القانون، مع احترامي من يكون أعلى مني أو أقل مني أتعامل مع الأمور بشفافية، لكن إذا أنا متأكد من شيء واثق منه ما يهمني الأمر يعني إني أروح لأبعد حد. يعني شواهد كثيرة في قضايا كثيرة واجهتها ولم أتردد، وبالعكس يعني يظل أن أترك تاريخ مشرف أفضل مما أترك تاريخ يعني غير ما يكون مهزوز. هناك خلافات مثل ما قلت تحصل. خلافي هو خلاف قانوني بحت، لأن أنا مرتبط في قرارة مجلس إدارة، وأعتقد ولحد هذه اللحظة ما بيقول أتحدى كل قرار أصدرته في الهيئة كان برؤية قانونية وبرؤية فنية وبرؤية يعني مدروس. وأنا الآن يعني على وشك أكون 3 سنوات خارج الهيئة. أتمنى أن يعني يشار إلى قرار أصدرته مخالف للقانون أو اللوائح، وهذا أحد أسباب في أني آخذ مواقف ومقتنع منها في أني أنا أقول رأيي، وقد لا يعجب البعض، قد يرى البعض أن هذا لا يسير في اتجاه يعني هنقول يعني ما أقدر أقول أنا إيه على طول، لا، بمعنى يعني أنا أقول هذا رأيي أتمسك فيه مهما كلفني من ثمن، والحمد لله أن التاريخ يشهد في هذا الأمر. وبالتالي دائما اترك الأثر واترك المواقف اللي هي فيها مصلحة عامة، وهذا اللي سويته أنا. عندما تطبق القانون لا تخشى شيء، والقانون هو يعني فوق الجميع، والدولة كلها يعني تضع الناس أمام القانون، وهذا شيء هي محل مفخرة. أنا شخصيا ما تنازلت في يوم من الأيام عن تطبيق القانون، ولا يمكن أني أسمح لأمر قانوني نتنازل عنه، وهذا الكل يشهد له في الهيئة والكل يعرفه، والله الحمد يعني ما سمعت إلا كل خير وثناء. ولكن خلال الأزمات اللي أنا مرت فيها كان الوضع الرياضي صعب جدا تعامل معه، لكن ما في شك هناك فئة أيضا لا ترغب أو فئة لا يعني يجود لها هذا الأمر، لأن اتخاذ القرار هو صفة القائد المسؤول، وأي مسؤول كان، ودائما القرار لا إيجابيات
ولا سلبيات. الإيجابيات أنك تفرض قانون، والسلبيات اللي يراها الآخرين أنها هي ضدهم، وهذا ما حصل. يعني ما حصل. أنا أكثر واحد هجمت بالرياضة، تحملت، وأكثر واحد يعني شنت عليه حملات، وهذا كله حقيقة ما هزني، بل بالعكس هذا قواني. لم أتكلم كثيرا، لكن قاعد عملت كثير خلال مسؤوليتي. ومن ادعى بذاك الوقت اني متطرف او متحيز، الان اكتشف ان فيصل جزاف ما كان بهذا النوع. ودائما قلت لك يعني الاحداث والتاريخ هو اللي يخلي الانسان يقارن بالمرحله مرحله، مع احترامنا يعني للموجودين. وطبعا اخوي احمد المنصور انا اتمنى له ايضا توفيق، ولا اقول الله يعينه، لان ايضا الوضع اللي هو فيه الان لا يحسد عليه.